انت كاهلاوي ركز معايا، بص لي، انت كاهلاوي فرحان من ايه؟ انت المفروض تزعل على نفسك، تزعل على نفسك، لاني انت اثبت بعد بيان رابطه الانديه بان النادي الاهلي يخسر 3 نقاط واخر الموسم مش هيتخصم منه ال3 نقاط. انت كده ما نفذتش اللائحه اللي متفق عليها ما بين الانديه. فانت تزعل ان كل البطولات اللي انت واخدها، بطولات الدوري والكاس، هي بطولات مشبوهه بكل المقاييس، فيها مجاملات، فيها مصالح. ده انا شايفه بيان يضر النادي الاهلي، وبيثبت ان النادي الاهلي بيتجامل ومش ماشيه في عداله ما بين الجميع. هي للاسف لما كنت بقابل واحد زملكاوي يقول لي يا كابتن في ظلم تحكيمي وفي مؤامره، كنت انا بقول لهم لا، ما فيش مؤامره. كنت بقول لهم ان في ظلم تحكيمي عليا وعلى المنافس، واحنا عندنا مشاكل اداريه. لكن بعد البيان ده مجامله للنادي الاهلي، انا هقول له ايه؟ هقول له لا. طبعا هقول له لا، ده في مجاملات، وفي كل بطولات النادي الاهلي اللي خدها بطولات مشبوهه. البيان ده بيان بيوضح اداره الكوره في مصر كانها قاعده عرب، نحل من هنا شويه ونيجي على ده شويه. ايه الكلام ده؟ فين تنفيذ اللوائح؟ فين القوانين اللي تقول ان النادي الاهلي ما يتخصمش منه 6 نقاط؟